دلوقتي هنتكلم عن أهم أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية عند الستات. أولا طبعا في أول سنة من الدورة، اللي هي العام البلوغ، وآخر سنة في الدورة اللي هو قبل سن اليأس. بيبقى فيه عدم انتظام للدورة، وده طبيعي، دي حاجة فسيولوجية. ما تقلقش خالص. احنا بنطمن البنت الصغيرة أو الست الكبيرة اللي متوقعين إنها قربت تنهي فترة التبويض، إن السنة دي بتبقى طبيعي إن الدورة مش منتظمة. طيب غير كده، من أهم بقى أسباب عدم انتظام الدورة الرضاعة الطبيعية. الست اللي بترضع ممكن ما يجيلهاش دورة خالص وتعتبر بترضع نظيف، بس ده يعني ما نعتمدش عليه ان مفيش تبويض، ممكن يحصل تبويض من غير دورة. ولذلك فالست دلوقتي بعد ما طبعا لو مش عايزة خلفة لازم تاخد وسيلة بعد ال40 حتى لو بترضع نظيف. الدورة مبتبقاش منتظمة، ممكن تيجي كل فترات طويلة، ممكن تيجي بقعة صغيرة، ده مع الرضاعة ده طبيعي لأن هرمون اللبن بيقلل التبويض. تاني حاجة الأنيميا. احيانا بيبقى فيه فقر دم شديد، فالجسم ما عندوش دم ينزل، فبيمسك في الدم ما يخلوش ينزل، يا اما ينزل علامه صغيره يا اما ما ينزلش خالص. او الانيميا، الحالات الانيميا الشديده احيانا بتلخبط الهرمونات، وبالتالي بتخلي الدم ينزل شديد جدا، عدد ايامه بتبقى فتره طويله. برضو من أهم الأسباب الحالة النفسية السيئة، الزعل والستريس والعصبية. ده بيخلي بيعمل لخبطة شديدة في الهرمونات، وبالتالي ممكن يحصل تأخير في الدورة، أو الدورة تنزل مرة وبعدين نزيف ينزل مرة في النص كده. فالست تقول لك أنا بيجيلي دورة مرتين في الشهر، ده طبعا مش طبيعي أو مش مظبوط. يبقى مرة دورة ومرة نزيف. من أهم أسباب النزيف ده برضو الحالة النفسية السيئة. ولذلك اضطرابات الهرمونات دي ليها أسباب كتير مهمة جدا. طبعا برضو في بعض الهرمونات بتأثر على انتظام الدورة، زي هرمون الغدة الدرقية، ده أهمهم. برضو بعض الهرمونات زي الغدة النخامية، طبعا اللي هي الغدة اللي في المخ، دي برضو بتأثر. فطبعا بس دي اسباب نادره، يعني مش زي الاكثر شيوعا اللي احنا قلنا عليها. الغده الدرقيه يمكن شائعه شويه، لكن الغده النخاميه نادره جدا. ودي اهم اسباب عدم انتظام الدوره عند الستات. نتمنى للجميع صحه جيده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.